عاملين حمله في حمله انتخابيه خاصه انا جماعه المؤتمر اللي باش نقول لك ما ننتميش حتى الحي. شدت الميكرو جماعه قالوا ترى اعطي كلمه. رجل رجل ديما نحكي ديما عن الظلم والاستبداد والقمع والواحد ديما نحكي ديما ضده، ديما نحكي تلقاني حتى نعبر حتى في عائله بنائيه، وهذا هو السبب اللي خلاني ديما معناتها مولفاه قاعد معاقد مولفاه حتى من التشغيل والواحد بالرغم راه اسره وعندي صغار فهمت. نتكلم عن القمع والاستبداد والظلم والتجمع والازمات، هذاك هو اللي صار. كملت الكلمه نتاعي صون التليفون نمر 95 شكون معايا قال لي اسماعيل بن محمود نتاع نداء تونس تفضل يلي جاب حذيته وحجت بيك اكيد اكيد في قهوه الهرم وعنده قهوه. مشيت نلقاه واقف على الكياس قدام القهوه. شبيك لاباس؟ قال لي شبيك تسب في النداء؟ قلت له اني راني ما سبتش النداء اما راني نحكي عن منظومه قديمه. قال لي لا سيدي ما في بالك شبيه اللي هو النداء هو التجمع والتجمع هو النداء. علاش؟ انا اللي تم خرجته له بالنسبه لي قلت له اني باش نرجع للميكروفون وباش نبدا نحكي عن النداء والتجمع وهو صار وهو صار. قلت له مادام كنت باقي قلت له النداء والتجمع والتجمع هو النداء. اني قلت لك مستعد قلت لك نفور روحي على الحكايه هذه. خرجت على روحي مشيت معناها اساسا معناها هو عند بالي رغد الجماعه باش نقول لهم انا جماعه يا ولادي راهم انا رد بالكم ما لازم نوقفوا البلاد باي طريقه. ما فهمش درج كلام يا سمعت. فضل قال لي الشيخ معك تعال توحشي بلادي. مشيت نلقاه هو وسامي بن محمود هذا عضو معه. فضل قال لي راك تكتب في النداء. قال له شنو مشكلتك معاه هذا الشيخ يحكي مع اسماعيل قال له جينا تفضل شنو مشكلتك معاه؟ قال له راه يسب النداء ويسب النداء حتى الشيخ حق قال له من حقي شيء قال له سبحان الله قال له المؤتمر ما مرزوق يسبوا فينا ولا قال له لا سيدي لازم ياخذ زمان ناخذ عقله مش معقول. يودي قلت له انا ما سبتش المؤتمر انت حكيت له وقتوا لي قريب ساعه ونص هكاك فهمتني؟ كان تلمذوا الجماعه تمليك تلمذوا الجماعه كليه تلمذوا في مؤتمر وحركه الشعب الحساب الكليه قال له حاجتين يتخرج الراجل يا راه باش تاكل بعض. خاف شويه هو الشيخ يكتب ولا اسمه هو زاد يدور فيه الجماعه قال انت يا رجل في البرلمان اللي باش تحكي التو معناها ما فيكش حتى الكرسي اللي معناها بدك فيها بالحد. قلت ليه حسابها سمعت لي من ذميقه قبلي يقول لك وش فيا ما صار شيء يعني خلاص والله قال لي المفروض ما اشكي انا عارف يندم عليها في الفوز الشكوى. وخرج نهارتها بالصدفه كلموني جماعه قالوا تعال شوف جماعه البحر فالبرد لقاه طلبني 3 مرات لقاه نقطتين ممكن ومن بعد تخسر لي ما حبش نكلمني كلمني بالتليفون قال لي على بالك اللي هو البرلمان اللي هو يغفر ينقل الروس وانت تسمع روحك على ريكريتمون يعني مثلا ريكريتمون موجوده بتاع الكفار تشوف هو يغفر ينقل الروس وتو نخدم على كيف مثل اذا كان مش نخدم حشاك على ايد المسكه كيفك انت الله لا يجعلني فيها قصه وعلى الاخر التليفون بعث لي ميساج اني ينادوا فيه عندي كليه ينادوا فيه الزنقيري فهمت قال لي مريق قال لي الزنقيري منين تاني اليوم حتى اليوم مركز نادي المركز قلت له ايش معناها الشيخ تسميها مريق قال لي من دري ولا قلت له ما انت حتى حد يكون يحميني اذا عليه انت ما يدز يبغى له شكاره عرفت اللي حد انا ولاد ولا على كذا يرمي حد الكره ولا ما يدخل ولا ما زلت بيجي طالب شغل ممكن هو باش يعمل اللي يعرف في حكايه التشغيل والعمل يحكي ايش معناها مريق. هو حتى لو كلمني عرفت قال لي اقسم بالله انا ما تشوف روحك في امور التشغيل ولا تعرف الموظف قال لي تعرف من الاخر قال لي حاجتين يجي في الفصل هو اللي ابعد يا سيدي ما عادش توقف معنا ما عادش تتكلم عن القمع المهم انا خلينا نعمل حملتنا على راحتي ولا وعلى بالك بروحك قال لي ما تعرف انت تشغيل وتعرف شو معناها ريكلتمون شيء وتعرف هي معناها في البرلمان وهي مكفر نقول قلت له الشعب هو اراد الحياه قلت له لا يوقف قلت له مثلا شويه بنعيد هذا شيء عندك تفهم